مامي، انا عيد ميلادي قرب وعايزه الهديه بتاعتي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبة مامي. ايه الهدية اللي انت عايزاها؟ عايزه شنطه من جوتشي. لا، هي حاجة واحدة بس، يا شنطة يا كوتشي. ايوه يا طنط. عايزه مامي. مامي بتقولك ان هي مش موجوده يا طنط. انا عارفة ان هي قاعدة جنبك، على العموم قولوا لها شكرا قوي. مامي بتقولك انها مش قاعده جنبي يا طنط. الو. ايوه يا طنط. قفلت. بسم الله ما شاء الله. أول مرة تجيلي من المدرسة فاهم حصة عربي. هي مدرسة العربي كانت نايمة وصحيت ولا إيه؟ لا يا مامي، دايما اللي صحيت. إزاي يعني؟ اصلي دايما بكون نايم في حصه العربي، والنهارده عملوا دوشه في الكلاس فانا صحيت، فعشان كده انا فهمت الدرس. آه. وإيه كمان؟ خلاص خلاص خلاص. يا أحمد يا حبيبي افهم، الكلام واضح أهو. كتابات المؤرخين القدماء. يعني ايه المؤرخين يا مامي؟ المؤرخين دول الناس اللي بيكتبوا التاريخ. مالك منشكح كده ليه؟ ما تتكلمش معايا، انا من المؤرخين. مؤرخين ازاي؟ عشان مامي قالت لي ان المؤرخين هما اللي بيكتبوا التاريخ، وانا كل يوم بكتب التاريخ في المدرسة في الصفحة من فوق. ليلي امي خدي الهدوم اللي في الحمام انشروها في البلكونه. يا مامي انا بسمع درس مهم جدا في العربي، انا مشغولة. يلا يا احمد عشان تقوم ترمي الزباله. انا بذاكر يا مامي ومشغول جدا. مامي ممكن تشرحي لي الدرس ده لو سمحتي؟ بعمل لكم الاكل يا ليلي، انا مشغوله جدا. مالك يا احمد شايل طاجن ستك ليه؟ عرضت التليفون ده على كل المواقع ومحدش راضي يشتريه. ما هو تليفون قديم برضه ومحدش هيشتريه. اقولك الزق عليه علامة الايفون من ورا وهو هيتباع ايه؟ هوا. طب والله فكرة. ايه الاخبار يا احمد؟ بعت التليفون؟ انت عبيطة ولا ايه؟ حد يبيع ايفون برضه؟